مرحباً بكم جميعاً في فيديو جديد. اليوم راح نتحدث عن واحد من أشهر وأجمل مسلسلات الأنمي اللي شاهدناها في طفولتنا، أدغال الديجيتال أو ديجيمون. تخيلوا معي 7 أطفال في مخيم صيفي، وفجأة يجدون أنفسهم في عالم غريب مليء بالمخلوقات الرقمية. هذه هي بداية مغامرة مثيرة استمرت معنا لسنوات طويلة. أبطالنا السبعة هم تايكاميا، القائد الشجاع صاحب النظارات المميزة، ماتا إيشيدا، الصديق المقرب لتاي والعقل المفكر للمجموعة، سورا تاكينوشي، الفتاة الرياضية النشيطة، مايمي تاشيكاوا، الفتاة الرقيقة محبة السلام، كوشيرو إيزومي، العبقري الصغير، جو كيدو، الموسيقي الموهوب، وأخيراً تيكي تاكاشي، أصغر أفراد المجموعة. كل واحد من هؤلاء الأطفال يمتلك جهاز ديجيفايس خاص به، ولديه شريك ديجيمون يرافقه في مغامراته. أجومون شريك تاي، جابومون شريك مات، بيومون شريك سورا، بلمون شريك مايمي، تينتومون شريك إيزومي، جومامون شريك جو، وباتامون شريك تيكي. المسلسل بدأ عرضه في اليابان عام 1996 وحقق نجاحاً كبيراً جعله ينتشر في جميع أنحاء العالم. القصة تدور حول صراع الأطفال المختارين ضد قوى الشر في عالم الديجيتال، وكيف يتطور الديجيمون من مرحلة إلى أخرى ليصبح أقوى. من الكواليس المثيرة للمسلسل أن المنتجين كانوا يريدون في البداية عمل منافس لمسلسل البوكيمون الشهير، لكن سرعان ما أصبح للديجيمون هويته الخاصة وقصته المميزة. الموسيقى التصويرية للمسلسل كانت من أهم عوامل نجاحه، خاصة أغنية المقدمة باترفلاي التي أصبحت أيقونة للمسلسل. كل واحد من هؤلاء الأطفال يمتلك جهاز ديجيفايس خاص به، ولديه شريك ديجيمون يرافقه في مغامراته. أجومون شريك تاي، جابومون شريك مات، بيومون شريك سورا، بلمون شريك مايمي، تينتومون شريك إيزومي، جومامون شريك جو، وباتامون شريك تيكي. وإلى هنا نصل لنهاية فيديو اليوم. إذا عجبكم المحتوى لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من الفيديوهات المميزة عن عالم الأنمي والكرتون. شاركونا في التعليقات ذكرياتكم مع مسلسل أدغال الديجيتال، وأي شخصية كانت المفضلة لديكم. نراكم في الفيديو القادم. تخيلوا معي 7 أطفال في مخيم صيفي، وفجأة يجدون أنفسهم في عالم غريب مليء بالمخلوقات الرقمية. هذه هي بداية مغامرة مثيرة استمرت معنا لسنوات طويلة. أبطالنا السبعة هم تايكاميا، القائد الشجاع صاحب النظارات المميزة، ماتا إيشيدا، الصديق المقرب لتاي والعقل المفكر للمجموعة، سورا تاكينوشي، الفتاة الرياضية النشيطة، مايمي تاشيكاوا، الفتاة الرقيقة محبة السلام، كوجيرو إيزومي، العبقري الصغير، جو كيدو، الموسيقي الموهوب، وأخيراً تيكي تاكاشي، أصغر أفراد المجموعة. المسلسل علمنا قيماً مهمة مثل الصداقة والتعاون والشجاعة والتضحية من أجل الآخرين، كما أنه أظهر أهمية قبول الاختلاف والتنوع، حيث كان كل شخص في المجموعة مختلفاً عن الآخر، لكنهم جميعاً عملوا معاً كفريق واحد. أدغال الديجيتال لم يكن مجرد مسلسل كرتوني عادي، بل كان رحلة مليئة بالمغامرات والدروس القيمة التي ما زلنا نتذكرها حتى اليوم. المسلسل استمر بإنتاج مواسم جديدة وأفلام وألعاب فيديو، مما يدل على نجاحه الكبير وتأثيره على الأجيال المختلفة. وإلى هنا نصل لنهاية فيديو اليوم. إذا عجبكم المحتوى لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من الفيديوهات المميزة عن عالم الأنمي والكرتون. شاركونا في التعليقات ذكرياتكم مع مسلسل أدغال الديجيتال، وأي شخصية كانت المفضلة لديكم. نراكم في الفيديو القادم.